ولسه مكملين في سلسلة سنة أولى مطبخ. أنا دعاء ودي قناتي. لو أول مرة بتشوفيني ما تنسيش تدوسي لايك وتشتركي في القناة وتدوسي على كلمة الكل عشان يوصلك إشعار بكل فيديوهاتي. هنعمل النهاردة صينية السعادة. إيه صينية السعادة دي يا دودو؟ هتشوفيها بنفسك، الكل بيحبها وكمان تشمي ريحتها من آخر الشارع. يلا بينا نشوف هنعمل إيه. قهوتي الجميلة ويلا بينا بسرعة كده على المطبخ. هنعمل صينية السعادة اللي هي الكبدة العصافيري بكل تكاتها وحركاتها، وازاي تطلع طعمها حلو وريحتها كمان حلوة جدا زي ما بتجيبيها من بره بالظبط. يلا بينا. هنجيب كده يا بنات كبدة عصافيري الكمية اللي انت عايزاها براحتك خالص. الطبق ده كان عامل معايا بالظبط 69 جنيه. يلا بقى نعملها بطريقة سهلة جدا عليكي. هجيب صينية واسعة، هنزل عليها بحبة من الزيت، هنزل عليها بالكبدة بتاعتي، هبتدي اقلب فيها كويس قوي لغاية ما تفك معايا وكمان لونها يغير. ما بتحطيش عليها اي حاجة خالص قبل ما لونها يغير معاكي. هقلبها كويس قوي. هننزل عليها بقى واحدة واحدة كده، حبة من توابل اللحمة، حبة كمان من الفلفل الاسود، بيفرق كتير جدا جدا التوابل اللي انت بتحطيها دي. بننزل كمان بحبة صغيرة من الكمون، بصي، وكمان الحاجة بقى الجبارة الليمون. بتنزلي بقى بنص ليمونة لو كبيرة او ليمونة كاملة لو صغيرة، بتضيع لك اي ريحة زفارة. ريحتها وطعمها بصي بتبقى حلوة جدا. هقلب كويس قوي الكبدة بالتوابل اللي احنا ابتدينا حطيناها عليها. ما بحطش الملح دلوقتي خالص طبعا غير لما تستوي. بعد ما قلبتها كويس قوي هبتدي كده ان انا اعمل دايرة في النص او اتاخر الكبدة من كل جنب. هننزل بايه؟ حبة صغيرة كده من الزيت في النص لو الزيت بتاعك اتشرب. هننزل عليها بمعلقة صغيرة من الثوم، دي مهمة جدا. وهبتدي اقلب فيها كويس قوي، عارفة اكنك بتعملي طشة كده. الثوم في النص بس، عايزة ريحته تطلع. هبتدي اقلب كويس قوي وريحته كده هتبتدي تطلع معايا. اهتمي بالكبدة دي بجد، بصي هتعمليها احلى من بره كمان. بعد ما خلاص التوم بتاعي يبتدي خلاص يدبل وريحته تطلع، وبصي مش يتحمر، يعني سيكة كده بسيطة، هننزل عليها بقى بمعلقتين 3 من الخل، يعني تشيها كده بالخل. عشان كده بقولك اكنك بتعملي الطشة بتاعتك. ادي الخل بتاعي او ربع كوباية كده من الخل صغيرة، وقلبي كله كده بقى مع بعضه، التوابل مع الثوم مع الخل. وانسي بقى اي كبدة تانية بتجيبيها خالص من تحت، تعمليها في البيت بكل سهولة وكمان طعم جميل. هنقلبها كويس قوي ونخليها تكمل السوا بتاعها. واما اتاكد ان هي استوت سوا كامل ما فاضلهاش حاجة تاني، هنزل بقى بحبة كده من الملح وهقلب كويس قوي. ما تزوديش الملح عشان ما تطلعش حادقة معاكي. بخليها بقى سيكة كده على النار، وهبقى محضرة معايا بقى فلفل متقطع، فلفل الوان ماشي، فلفل اخضر ماشي، حامي براحتك خالص، يعني الفلفل ده حسب الرغبة بتاعتك. انا كده كان عندي كده فلفل الوان، فخدت من كل واحدة فلفلاية او فلفلتين كده، قطعتهم صغير قوي ونزلت بيهم على الكبدة. وهقلب كويس قوي. الفلفل بيدي شكل وطعم ولون، بصي تحسي كده ان انت عايزة تاكلي الاكل قبل ما يستوي. كان خلاص قلبتها تقلبتين 3 عشان الفلفل بتاعي ما يتبلش ويفضل لونه كده مزهزه كده وجميل. وهطفي عليها. تقدري بقى تاكليها مع مكرونه، تقدري بقى تعمليها في سندوتشات كده فينو زي ما بتجيبيها من بره. بصي بقى الشكل واللون، مش بجد اتفتحت نفسك؟ وعملنا النهارده الكبده العصافير. لو عجبك الفيديو وعجبتك القناه ما تنسنيش بقى في اللايك والاشتراك وتفعيل الجرس عشان يوصلك اشعار بكل فيديوهاتي. كومنتك الحلو ده بيرفع من روحي المعنوية. اسيبكم في حفظ الله. باي باي يا احلى امارات في الدنيا كلها. مع السلامة. اكتبي لي بقى في الكومنتات عايزة اعمل لك وصفة ايه وانا تحت امركم. باي باي يا حبايبي.